يلا حموتي دوق واعطيني رأيك الكبة الصيبية. هاتي خلينا نسبح شوي نشوف. يلا تعال قرب يا لهون. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سقسي بلشنا في السباحة سقسي يا بالسقسقة شباب. هون. أول شي هيك يا شوفوا سلام. شوفوا شوفوا هاي إذا ما نقطت هيك معناتها هاي ما لها علاقة في الليا. بسم الله الرحمن اديني الرحيم. إذا حموتي. ما كانت اللقمة هيك يا جماعة الخير بتغرقوها تغريق. ها تغريق تسبيح تسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجوني. شلون؟ شي بيشبهوا شي. يا سلام يا لطيف يا سلام. يا لطيف يا لطيف يا شباب. شي ذهب. السلام عليكم. اليوم وصفتي هي وصفة كبابة الصيبية أو كبابة بالسياخ بقلولة، كبابة برغل كمان بقلولة. أكلة كتير لذيذة وطيبة بصراحة، أنا أول مرة بعملها ويلا نشوف طريقة التحضير. هلا عندي أنا كمون ودبس بفليفلة وملح، وعندي كوب ونص وأقل من نص برغل ناعم، وعندي نعناع، وعندي شحمة مثل ما شايفين، وعندي بصلتين طيحنتن ناعمين كتير، وعندي بهار أو 7 بهارات حسب ما متوفر عندك، وعندي دبس بندورة كمان مثل ما شايفين. هلا أول خطوة إنه بدنا نضيف البرغل مثل ما شايفين. أنا حطيت قلت لكم كوب شاي وربع كوب أو أكتر شوي صغيرة كمان بشاي برغل ناعم كتير مثل ما شايفين. لكل كيلو لحمة ضيفي عليه كوب صغير تبع شاي برغل ناعم مثل ما شايفين. أنا لحمتي هي 1.5 كيلو، فأنا ضفت كوب ونص أقل من نص بشوي صغيرة. ضفت البرغل مثل ما شايفين وحطيت لهم مي فاترة، وهلأ راح بضيف كل المكونات وندهكه مع بعض. مثل ما قلت لكم لكل كيلو لحمة كوب شاي، مو كوب مي، انتبهوا، كوب شاي. هي كبة بالسياخ إذا كانت برغلة قليل بتطلع كتير طيبة، وإذا كان برغلة كتير بتطلع ناشفة وما بتطلع طيبة أبدا. بصراحة أنا من زمان انعزمت على كبة بالسياخ، أكلتها هالمرة هي بس هالمرة أكلتها وما عجبتني أبدا، وما عدت عملتها أبدا وصارت لي عقدة. فاني هلا من جديد رجعت خطرت على بالي وقلت بدي اعملها على كيفي انا، وحبيت هيك اتفنن فيها على طريقتي. هلا في بالنسبه للكبه السياخ في عده طرقات، فانا اليوم رح بعملها بطريقتي وان شاء الله تنال اعجابكم. مثل ما شايفين انا بعد ما دعكتها تركتها 10 دقايق لحتى تغبغب المي كتير منيح وتغبغب التبلة. مثل ما شايفين شلون صارت معنا. طريقتها كتير سهلة، هي بس لذة طعمتها والنكهة تبعيتها إن تحطي لها شحمة أو تكون لحمتك مدهنة زيادة لحتى تعطي طعمة كتير طيبة. ومثل ما شايفين أنا طحنت جوز كمان، والجوز حسب رغبتك انتي، ما في عيار محدد، انتي بإمكانك قديه بدك انتي بتضيفي. ومثل ما شايفين كمان ضفت الشحمة، ومثل ما شفتوا كمان هي ضفت الكبابة، وبدها كتير منيح، لازم تتخلط كتير منيح مع بعض. هلا أنا اللحمة عندي شوي باردة، يعني مجمدة شوي، فبتاخد معي وقت لوقت ما تلين معي وتتفكفك عن بعض. فلازم اني ندعكه كتير منيح لحتى نخلط الجوز والشحمة واللحمة وكل التوابل مع بعض. هلا هيك صارت معي جاهزة. هلا رح بجيب صينية تانية مثل ما شايفين، شوفوا شكلها صارت مثل المرهم، رائعة حتى قسما بالله. يعني أنا دقتها هيك من دون شوي بالفرن، طعمتها خيال خيال عن جد. يا جماعة قلت لكم إني أنا أكلة الكبابة بالسياخ
من زمان عن جماعة، بس ما عرفانين يعملوها أبدا. فمن يومها لهلا ما حبيتها ولا فكرت كل هالأيام أعملها. بس هالمرة جارتي كل يومين بتقولي اعملي كبة بسياخ كبة بسياخ، فقلت إني خلص أنا بدي أعملها وعلى طريقتي أنا. فحبيت اليوم أعملها وعازمة ابني لعندي. وقلت بدي أعملها أكلة مميزة بالنسبة لأني نحن ما بنعملها أبدا مثل ما قلت لكم. وهلا دهنت الصينية سمنة كمان مثل ما شايفين. هي طيبة الكبة بالسياخ إن تكون مدهنة، يكون بقلبها شحمة تعطي نكهة طيبة. كل ما نزت دهنة أو شحمة كل ما بتطلع أطرى وأطيب بكتير. مثل ما شايفين أنا حبيت أعملها كريات تغيير شكل عن إني تمديها بالصينية. اللحمة العادية نحن بنمدها بالصينية، فحبيتها إن تكون مميزة باعتبار إني إلها برغل. فأنا حبيت أعملها كريات مثل ما شايفين. هلا بالنسبة لإلي أنا اخترت هاي الطريقة، وإنتي أي طريقة بتحبي إني تعمليها كله بطلع طيب وكله بطلع بشهي. بالنسبة لإلي أنا حبيتها تكون مميزة وما رح بحط لها أي شيء من نوع الخضروات، لا بصل ولا بندورة ولا فلفلة ولا أي شيء. رح بتركها على حالة لحتى تتميز طعمة اللحمة مع البرغل. الزينة ذوق شخصي، بتحبي اني تضيفي مثل ما انا عم بضيف فستق، انا رح بضيف لكل قطعة مثل ما شايفين حبة فستقاي. بتحبي اني ما تضيفي، هذا ذوق شخصي. فانا حبيت اني ازينها لاني عندي عزيمة. مثل ما شايفين انا زينتها بهذا الشكل. بالنسبة لي انا خلصتها هيك تزيين مثل ما شايفين. شوفوا الشكل طلعت بالشهي قسما بالله، حتى الطعمة وهي اللحمة نية ما أطيبة كتير طيبة. وهلا مثل ما شايفين أنا قطعت كمان قرنين فليفلة وبتعطي هيك حدادية، ورح بحطها بالفرن. هلا مثل ما شايفين بنهاية سواقة للكباب القصيبية أنا شغلت فحمة وحطيتها لحتى تتدخن معنا وتعطي طعمة الفحم كأنه مشوية. هي هيك أصولها، هي أصولها أصلا إني تكون مشوية، بس ما في مجال عندي إني أشويها مثل ما قلت لكم. فأنا حبيت إني أحطها بالفرن وأحط لها فحمة. ولا تنسوا البيواز كمان كتير طيب جنب الكبة القصيبية. وأنا رح بجهز هلأ الرغيفين بدهنون لوقت ما تصير معنا اللحمة. وهلا صارت الكباب القصيبية جاهزة. يا سلام طلعت بتشهي، يا سلام الريحة لحالها بتشهي. هلا رح بصرخله لابني لحتى يدوق ويعطينا رأيه فيها. وهلا بنحط هالسقسقات فوقها. يا سلام عن جد طلعت بتشهي. بتمنى ان تجربوها لهالوصفة وتعطوني رأيكم فيها. يلي ماله مجربة بتمنى اني يجربها ويعطيني رأيه فيها على نفس طريقتي. وهذا كان شكل النهائي. يا سلام على الشكل، الشكل لحاله حكاي وغرام غرام. يلا حمودتي دوق واعطيني رأيك الكبة القصيبية. هاتي خلينا نسبح شوي نشوف. يلا تعال قرب لهون. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سقسي بلشنا في السباحة يا شباب. بالسقسقة هون. أول شي هيك شوفوا شوفوا سلام. شوفوا شوفوا، هاي إذا ما نقطت هيك معناتها هاي ما لها علاقة في الليا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما كانت اللقمة هيك يا جماعة الخير بتغرقوها تغريق. ها تغريق تسبيح تسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجوني. شلون؟ شي بيشبهوا شي؟ يا سلام يا لطيف يا سلام يا لطيف يا لطيف يا شباب. شي ذهب. يا عيني عليك يا ام الشباب. ايش هذا؟
والله شيشة ولا وفرط المعلوق. ان شاء الله صحة روحي. على قلبك يا كبدي، والله شغل ذهب. الله يسلم ايديكي ويعطيك العافية، وتعيشي وتطبخي لنا هيك اكلات روحي. ان شاء الله الف صحة.